بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هعمل لكم حاجه كده حلوه. لقمه القاضي طبعا كلكم عارفينها وكتير قوي بيعملوها، بس مش بتتظبط معاهم. فالنهارده هعملها لكم بطريقه سهله وهتعرفوا تعملوها على طول. انتوا عارفين الايام الجايه بقى ان شاء الله هتبقى فترة يعني رمضان قرب خلاص، فحاول اعمل لكم حاجات حلويات شرقية زي لقمة القاضي، بلح الشام، الهريسة، الكنافة، القطايف. الحاجات دي ان شاء الله تباعا ان شاء الله هنعملها لكم. المقادير قدامكم اهي. كوبايتين دقيق ابيض، مقدار من المية، فانيليا. ممكن في ناس بتحط عليها زعفران، لو تحبي زعفران حبهان مطحون بتفصصيه بتطلعي الحبوب اللي فيه وتطحنيها وتحطيها عليه. هما في ناس بتحبها بالحبهان، بطعم الحبهان. ذرة ملح، معلقتين نشا، معلقة خميرة فورية، معلقة سكر. هي الخميرة بتبقى معلقة الخميرة بتبقى زي مقدار الخميرة بيبقى مقدار السكر. هنا انا ما عنديش لبن بودره. ممكن تحطي معلقه لبن بودره كبيره، او ممكن تحطي معلقتين لبن عادي سائل عادي. دي كل المقادير اهي. يلا بقى عشان نخلطها مع بعض ونشوف بتتعمل ازاي. هنا حطينا الدقيق في بوله، وبعدين بنحط عليهم النشا وذرة الملح والخميرة والسكر والفانيليا واللبن. وبعدين بنبدأ بقى ايه هنا، ده كل المقادير. بنبدأ بقى نحط ايه المية. بنفضل نقلب فيها، يعني مية مش لازم تتحط كلها المية، يعني هو كوباية مية بس مش لازم تتحط كلها. تقلبي فيه لغاية ما يديكي قوام. تقدري قوام، يعني اوريلكم القوام ازاي. ده بيكون بعد ما قلبتها اهي. شكلها اهي. ده القوام بتاعها اللي المفروض يتعمل بيه. بتسيبيها بقى، بتغطيها وبتسيبيها لغايه ما تخمر معاكي، نسيبوها بقى دلوقتي تخمر، وبعد كده هنشوف المرحله اللي جايه هتتعمل ازاي. بقى هنا شكلها لما خمرت تبقى عامله كده. بعد ساعه كده سبتها ساعه لغايه ما خمرت، بس لازم تغطيها وتحطيها في مكان دافي في المطبخ لغايه ما تخمر معاكي. وبعد كده بقى ايه تبداي بقى ايه تحمريها. تعالوا بقى يلا معايا نشوف هتتحمر ازاي. هنا بقى عبيتها في كيس تلاجة عادي، كيس تلاجة عادي. بعبيها فيها عشان طبعا ما تبهدلش الدنيا. هنا بعد كده من حته هنا كده دي بتقصيها حته صغيره، وهنشوف بتتعمل ازاي. يلا معايا هنشوفها وهي بتتحمر. هنا حمينا الزيت اهو، وعملنا حطينا البتاع في الكيسه وقصيناها بالمقص المطبخ العادي. هو مقص المطبخ قصيناها من الحته دي كده. وبعدين بالمعلقه بنعمل دي كده اهو، كده كده. وطبعا ايدينا تبقى فيها زيت، نحط ايدينا في الزيت ونعملها، والمعلقه كمان تتحط في الزيت،
ونعملها وتطلع منها يطلع منها حته كده، ناخدها بالمعلقه ونحطها في الزيت. انا طبعا عشان انا طبعا عشان بصور فمش عارفه ابينها لكم. اكيد طبعا بانت وعرفتوا تتعمل ازاي. هنعملها دلوقتي ونحطها في الزيت وهنشوف شكلها هيبقى عامل ازاي. هنا بسم الله الرحمن الرحيم بنعمل كده اهو، وهنشوف شكلها هيبقى عامل ازاي. هنا بسم الله الرحمن الرحيم بنعمل كده اهو، ونحطها في الزيت اهو. تطلعي حته كده وتحطيها في الزيت، مش هتحوس الدنيا ولا هتعمل اي حاجه اهي. حته بتتحكمي بقى ايه، ان هي صغيره ولا كبيره ولا متوسطه، على حسب ايه تقديرك يعني. تطلع كده بصي اهي اهي. دي بقى شكلها انا حطيتها في الزيت اهي اهي، واقلبها كمان اهي. بتوطي عليها النار خالص، يعني ما بتخليهاش ايه، بتخلي النار عليها واطي، هي تستوى بقى ايه عشان تستوى من جوه، ما تبقاش نيه من جوه ومتحمره من بره. بعد كده بقى ايه تعالوا بقى نشوف هتتقدم ازاي بعد ما تخلص خالص. هنشوف بقى نقدمها ازاي اهي. دي تاني طاسه تبقى عامله ازاي، كلهم بيبقوا مدورين ازاي. وممكن انتي تقدري تتحكمي في كبرها او صغرها، يعني الزلابيه بتبقى صغيره، يعني لما بتعمليها بتبقى صغيره شويه، يعني ما بتبقاش كبيره. لكن لقمه القاضي اللي بتبقى مدوره وكبيره. ممكن بقى تعمليها اكبر، في ناس بتعملها اكبر، يعني بتبقى على حسب ايه انتي بتحبيها ازاي. بعد ما بتوطي عليها لغايه ما تلاقيها عامت على وش الزيت وشويه كده بقى، وتروحي معليه عليها النار عشان تعمل لك اللون اللي انت عايزاه. هنا دي شكلها حطيتها في ورق ده شكلها بقى بعد ما خلصتها اهي. نبدأ بقى ايه نعملها مرة، نعملها بالسكر البودرة، اللي يحب بقى السكر البودرة، او بعسل او بالعسل. طبعا الشربات انا قبل كده عملته، يعني انا قبل كده نزلته، او بصوص الشوكولاتة. اهو بالسكر او بالعسل او بصوص الشوكولاته، وبألف هنا. او ممكن بصوص الشوكولاته تخرميها كده، تحطيها كده اهو، وتدخلي فيها صوص الشوكولاته اهو، بتحطيها هتبقى جميله قوي. وبألف هنا والف شكر.